موجوده هنا، موجوده اهو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للناس اللي جت بتقول انا مش عارف الفرع بتاعك، احنا مول السخاوي 9 اهو، الشارع الرئيسي اهو، شارع الخليفة المأمون اهو، مول السخاوي 9 هنا اهو، احنا الدور التاني فوق. بصور لكم الدور الاولاني. انا بالستاوي. ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو النهارده ان شاء الله 10/10/2023. انا صورت الفيديو من امبارح. الاول انا صورت لكم الفرع بتاع مول كوين، اول حاجه ابدا بيها الفيديو. تاني حاجه صورت فرع مول السخاوي 9 الدور الثاني، عشان الناس اللي بتيجي توصل المحل ومش مقتنع لو انا مش موجود ان ده مش محل ابو مريم. يعني قلت له حتى يعني طب دي يعني احنا بس اللي واخدين دي ابو مريم، العرض دون اللي معمول بالنظام دون في محلنا احنا فقط لا غير. في ناس جت وزعلت من الناس اللي موجوده فاكرين ان ده مش محل ابو مريم، مش هو ده محل ابو مريم. فما اعتقدش ان هو في نفس الديزاين تاني في اي مكان تاني غير محلنا. تمام؟ فانا عامه صورت لكم اول حاجه المحل الصغير مكتوب عليه كينج اي بي اس اورنج، هنا كينج اي بي اس اورنج، وارقام تليفوناتنا موجوده ورقم التليفون هنا، يعني في رقم التليفون اللي مكتوب 010 واتساب هنا. تمام كده؟ موجود في الفرع الرئيسي هنا. رقم التليفون الارضي اللي محتاج يسال على اي موديل قبل ما يشرفني، عشان في موديلات بتبقى قطعه واحده او قطعتين ويخلصوا، 022 453 4298. الاتصال والشغل كل يوم من الساعه 1 الظهر للساعه 11 بالليل. يعني بعد الساعه 11 في ناس بتبعت الساعه 2 بالليل، وناس بتبعت الساعه 4 وتقول ما حدش بيرد. فهو التليفون بيتقفل من الساعه 11 ونص بالكتير، التليفون الواتساب بيتقفل عامه يعني. تمام؟ طيب انا صورت بالليل امبارح، صورت فيديو 30 دقيقه، فانا هخلي الفيديو نص الفيديو، مش هينفع طبعا الناس تسمع 30 دقيقه والناس هتوه في الموديلات. اللهم لك الحمد، شغل كتير جدا وموديلات كتيره جدا. يعني انا صورت من تحت، ما صورتش ولا حاجه من هنا خالص، ولا صورت حاجه من المحل الصغير، ولا صورت حاجه من الشغل اللي في شبرا الخيمه. فانا هخلي الفيديو دون جزء اول وجزء تاني. هعرض في الجزء الاول اللي هو دون ال 24 بوصه اللي موجود، وهعرض قطعتين من اللي هو ال 27 بوصه الفرز الثاني اللي هو العرض اللي ب 2500 جنيه. طيب الشاشات ال 27 بوصه بقى ال 2K والعالي وال 104 وال 165 هرتز وهكذا، هخليهم جزء ثاني، واحتمال اخلي الجزء ينزل بكره. طبعا مش هينفع اخلي الفيديو 32 دقيقه والناس هتتعب من الوقت عموما. طيب اعمل ايه بقى؟ سيبك من اللي انا بقوله ده كله، سيبك من الفيديو كله. انا تقول انا ما عنديش وقت اشوف الفيديو، ما تشوفش الفيديو. افتح الفيديو، اول كومنت وفي الوصف بكون كاتب لك كل شاشه بالموديل بالسعر، بالموديل بالسعر. محتاج اتاكد هي موجوده ولا مش موجوده، بقول لك ارفع حضرتك التليفون عليا، الموديل الفلاني اللي مكتوب في الفيديو بتاريخ 10/10 موجود ولا مش موجود، بس كده فقط لا غير. يلا بينا ننزل على المخزن بقى نعرض لكم الفيديو بتاع امبارح. نبدأ من المخزن. نصور ايه؟ هتصور ال 22 ولا ال 23 ولا ال 24 على طول؟ ال 24 على طول. نبدأ بال 24؟ ايوه. مجهز انت عرض حلو. طب يلا قرب عليا، بسم الله. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بال 24 بوصة. العروض بقى اللي معمولة على الشاشات الفرز الثاني. أول حاجة في العروض الفرز الثاني التايب سي 2K 24 بوصة اي بي اس، بي ال اس ولا اي بي اس؟ دي بي ال اس تقريبا.
اللي هي 24 بوصه السامسونج ال 2K اللي كانت قبل كده ب 3200. دي حاجه فرز تاني. نوريك بقى الفرز التاني في ال 24 وفي ال 27. هشغل لكم الشاشات. العرض اللي هو معمول دي ب 1900 وال 27 ال 2K الفرز التاني اللي ب 2500 جنيه. دي عامله كام يا عم محمد؟ دي عامله 1900 فرز تاني. ايه اللي فيها؟ هقول لك ايه اللي فيها. فيها بصمه هنا. اللي عاوز يلعب بلاي ستيشن هي 75 هرتز AMD فري سينك. اللي عاوز يلعب بلاي ستيشن، اللي هيشغلها تلفزيون، اللي هيشغلها كمبيوتر، اللي هيشغلها كاميرات، اللي هيشتغل جرافيك مش تفرق معاه الفرز التاني، هيشتغل عليها كل حاجه. عايز اشغلها على وضع السينما مود. وضع السينما مود في الموديل دون بيبقى صراحه روعه. 24 بوصه IPS 2K 75 هرتز AMD فري سينك ديسبلاي HDMI تايب سي كل المخارج 1900 عشان دي فرز تاني. ال 24 بوصه احنا عمالين نجهز في موديلات كتير جدا لدرجه ان انا عامل صفحه صفحه HP وعمال اكتب من امبارح. تمام؟ طيب نيجي الحاجات اللي هي بفريم سيبها دلوقتي. اركن الفريم على جنب عشان ده الفريمليس كتير قوي. اول حاجه هبدا بسم الله من الفريمليس. هبدا بموديل يمكن ما جاليش كتير. ديل الترا شارب يو 24 19 HX عامله كام؟ عامله 2400 بالقعده والكابلات. الفرز الاول في 3 قطع فقط لا غير. 3 قطع هم اللي معروضين. كان في حد بيسالني على 19 مش عارف خد ولا ما خدش منهم. ديل يو 24 19 HX في فرق بينها وبين الاتش فقط لا غير. ما اعتقدش الفرق كبير. هي فيها 2 ديسبلاي وواحد HDMI مع مخارج اليو اس بي 3. يو تاني يو عندك يو 24 17 فرز تاني. يو 24 17 اتش اللي موجود فرز تاني عشان كله عمال يسالنا عليها. طيب ده موديل يا محمد. بص بقى خد الموديلات بتاعت بقى 2022 2023. الديل البي 24 22 اتش اي. الاتش اي اللي فيها تايب سي. بص يا محمد في موديلات من غير تايب سي اهي، وفي موديلات بتايب سي. اللي بتايب سي دي اخر مره كانت 2750 دي 2650. ديل بي 24 22 اتش اي اللي هي فيها مخرج تايب سي. اصدار دي اصدار مارس 2022. طيب نفس الشاشه هي من غير حرف الاي. ديل بي 24 22 اتش ما فيهاش تايب سي. دي عامله كام قلنا؟ 2350 2350 2650 مش موجود من دي كتير. دي موجود منها شويه. تمام؟ ده بالنسبه للفرز الاول بالقاعده دي. القاعده الاصليه القواعد اهي. انا مش بشيل القواعد. القاعده الشاشه اللي جايه بالقاعده الاصليه انا بعرضها بالقاعده الاصليه عشان لسه في 27 بوصه جاي لكم دلوقتي بالقواعد الاصليه. في حوالي 5 قطع اللي هم ال 27 الجي 2. الجي 2 جايه بالقاعده الاصليه 5 أو 4 قطع بالكتير. تمام كده؟ خلينا في ال 24 عشان ما نتوهش الناس. نيجي اتش بي. ادي الاتش بي اي 24 3 وفي منها اتش بي اي 24 3 اي. ال 3 اي 1920 على 1200 ابعاد 16 على 10. لكن دي 1920 على 1080 ابعاد 16 على 9. ادي الشاشه اللي ابعادها 16 على 9. وهجيب لك الشاشه الاي 24 3 اللي هي ابعادها 16 على 10. هنا يا محمد في دول صح؟ ايوه اهي. في ناس بتدور على اللي هي ابعادها 16 على 10، في ناس عايزه اللي ابعادها 16 على 9. الفرق اهو. مش عارف كده واضح؟ الفرق كده واضح؟ واضح. الشاشه بتبقى مربعه وكبيره شويه. دي عامله 2200 دي عامله 2400. 2200 2400. بقول الفرز الاول. الفرز الثاني معمول عليه عروض. غير بقى ان في خصومات هكتبها بعد الفيديو. يعني احنا شغالين بنكتب في ال 24 وال 27 وال 22 23 30 32 32 4K. بنكتب كل دون. هعمل لكم العرض والخصومات مكتوبه. يعني اللي هقول سعره ممكن في حاجات بعد ما اقول سعرها هيتعمل عليها العرض. هيبقى عرض مثلا لمده 3 ايام او 4 ايام او اسبوع. هتلاقيني كاتب لك كل التفاصيل في اول كومنت على طول.
24 تاني يا محمد فيجيتسو سيمنز الالماني. لا دي قطعه بي 24-9 اللي هي فيها تايب سي وسماعات. الفرز الاول اخر مره كان ب 2600، بيقولوا دي فرز تاني خفيف، دي عامله حوالي 2200، يعني نازل من ثمنها 400 جنيه. ماشي يا محمد؟ تمام. دي بالقعده بالكابلات. تمام كده. برضو اي بي اس فول اتش دي 1920 في 1080 60 او 75 كل المخارج. تايب سي شحن مع سماعات. نشوف بقى تاني. طب هنا في موديلات كتير، لو انا قعدت مسكت الموديلات دي يعني معايا يوم كامل. التيرا برضو البانل بتاعها بي ال اس فول اتش دي 1920 في 1080 فيها سماعات داخليه، ودي اوعدها موجوده. دي يا محمد ب 1900 جنيه. محمد تمام. دي ب 1900 جنيه لان اخر مره كانت دي معروضه ب 2000 جنيه. 1900 جنيه 24 بوصه بي ال اس فريمليس بالقعده والكابلات 1900. طيب دول لسه ما عرفتش سعرهم. خد بقى يا محمد جالك ال جي. كان الناس عمال تسالني ال جي مش جاي منه تاني. جالك اهو ال جي بالقعده الاصليه اللي هي دي. في ليبل ده مضروب، يعني في ليبل جاي مظبوط وفي ليبل جاي مش مكتوب او ليبل مضروب او متغير. الليبل الاصل اهو 24 بي كي 750 واي. 24 بي كي 750 واي دي تقريبا ال 75 هرتز او اللي فيها سماعات، لان جاي منها موديلات كتير قبل كده، فانا حاليا متلخبط. انا لسه عمالين نطلع ونتست. دي كانت هتعمل كام يا محمد اخر مره؟ حوالي 2400 جنيه بالقعده الاصليه والكابلات. الفرز الاول تقريبا 75 هرتز فيها سماعات. هتاكد برضو لو في حاجه او في موديل انا مش متاكد من سعره، عشان كده بقول بعد ما بصور بكتب الاسعار تاني، عشان لو غلطت في سعر او غلطت في موديل برجع الفيديو بيكون نزل. انا متعود بقالي كام فيديو والناس الحمد لله عارفين متابعه. احنا مستنيين الاسعار، مستنيين الكتابه بالاسعار. بقول الفيديوهات عشان الناس اللي عايزه تشوف حاله الشاشات. شاشه شغاله اهي، القواعد اهي، وهكذا. طيب 24 بوصه 2K، في شويه 2K. دل بي 24 16 دي. دل بي 24 16 دي 2560 على 1440. فيها مخرج فيجا وديسبلاي واتش دي ام اي. الفرز الاول بالقعده والكابلات 2500. البانل بتاعها اي بي اس دي 2 كي. طب 10 بت؟ لا دي مش 10 بت، دي 8 بت. دل بي 24 19 فريمليس 2250 بالقعده والكابلات. دل بي 24 19 اتش سي 2500 بالقعده والكابلات. موديلات كتير يا محمد. ال جي على اتش بي على ديل. طب بص على جي 3. جي 3 لسه يو 24 15 1920 في 1200 اس ار جي بي 99. ما بقول لك موديلات كتيره جدا. فاحنا كده بص، هو الفيديو ده يمكن من حق الناس تتوه شويه. انت فارش لي احنا تهنا نفسه. احنا نفسنا تهنا، عشان كده بنكتب في الكراسه. يعني دي موديلات دل فقط لا غير، ولسه ما خلصتش. لسه بقى بطلع الموديلات اللي جت عشان اكتبها. يو 24 15 2300 بالقعده والكابلات. يو 24 14 2100 بالقعده والكابلات. محمد الشغل هنا كتير. ده عرض 10 الجي 3 عرض 10. ما ده عرض 10. احنا بنصور بالليل 9 وعمالين نكتب عشان الشغل ان شاء الله يتعرض بكره 9 ان شاء الله الرحمن. اتش بي زد 24 ان دي بقى الجي 3 اس ار جي بي 99. ما فيهاش حاجه مميزه قوي غير ان هي بصراحه يعني عشان خاطر هي الاصدار الحديث فبتتباع غاليه شويه في الاستيراد. هي طبعا كده عامله رقم. دي عامله كام؟ دي عامله 2750 تقريبا يا محمد. لا الثلاثه و3 ونص كانت اللي هي كان اسمها ايه؟ كان اللي فيها تايب سي. يا 2750 يا 2850. يعني دي التكلفه اللي هو التقريبيه 2750 2850 في الرينج ده. في منها شويه، في منها شويه. وفي عندك موديل تاني زد اهو. بص بقى اهي اللي ب 3000 زد 24 يو جي 3 دي اللي فيها تايب سي. مش بقول لك موديلات لخبط. زد 24 ان الجي 3 ما فيهاش تايب سي اهو، ده اللي بقول لك عليه. زد 24 يو جي 3 نفس الشاشه، هي نفس الشاشه ولكن الموديل مختلف. اتش بي زد 24 يو جي 3 3 اتش بي زد 24 ان الجي 3
2750 او 2850 في الرينج ده. طيب التكلفه، هو التكلفه بتتحط حسب تكلفه الشغل. يعني في حاجات 24 بوصه مثلا 2K كانت ب 3250. 24 بوصه اي بي اس 2K لينوفو اتباعت كانت ب 3250. نبدا على 27 كفايه كده؟ كفايه 24؟ كفايه كده عشان نخش عشان 27 كتير. تعالى بقى اعرض لك ال 27 بوصه اللي ب 2000 ونص. ايه ده؟ 24 بوصه ب 3250. طب 27 بوصه برضه 2K نفس المواصفات ب 2 ونص. التكلفه والفرز. نشغل اول حاجه اتش بي زد 27 ان جي 1 اهي بالقعده اهي، وادي الجوجل. تمام. عندي حاجات فرز تاني. الناس عمال تقول لي صور لي ايه هو الفرز التاني، ايه هو العرض اللي ب 2500 جنيه. تعالى يا محمد كده عليا شغل لك العرض اللي هو ب 2500 جنيه. الجوجل 27 بوصه اي بي اس فريملس 2K اس ار جي بي 99%، فيها ديسبلاي و2 اتش دي ام اي وواحد تايب سي. الفرز الاول 3600. الفرز الاول قربت اخلص، ما عنديش كتير من الشاشه دي فرز اول. الفرز الثاني 3300. 2500 اللي بنقول عليه اتقل فرز. فين هو اتقل فرز؟ دي فرز. فين الفرز بتاعها؟ ابو 2500. ابو 2500. فين الفرز بتاع الشاشه دي؟ بندور. طبعا في الفيديوهات او وانت بعيد مش هتشوف حاجه، ممكن من الفيديو ما تشوفش حاجه قوي. لا دي فرز خفيف، بيقولوا عليها فرز خفيف، فيها سكرتشاي. دي مثلا ب3، فاهم انت؟ دي ب3. الفرز اللي اتقل من كده بيبقى ب2 ونص. يعني السكرتشات دي اهو، السكرتشات اهي دي بتنزل من ثمنها 600 جنيه. تمام. طب وريني حاجه فرز تقيل من ابو 2 ونص. احنا كده مثلا شفنا حاجه ب3 27 اي بي اس فريملس 2K اس ار جي بي 99 جرافيك تلفزيون العاب على 60 فريم. الشاشه دي بتشتغل لو كارت عالي. عايز اقول لك ان معظم الشاشات اللي بتبقى مكتوبه 60 او 75 مع الكروت العاليه الناس بتبعت لي صور. بص يا ابو مريم، هي قاريه معانا على 75 هرتز، بقول انا ببيعها على 60 هرتز، ما بقولش 75 فعلي. قلت في كذا فيديو انا ببيع الشاشه اللي هي 60 او 75 ببيعها 60 هرتز، ال 75 فعلي ببيعها 75 فعلي. طيب في شاشات 60 او 75 لو كارت شاشه عالي، خصوصا الشاشات اللي فيها اي ام دي فري سينك بتقرا معاك لغايه 75، بس انا ما بقولكش ان دي 75 فعلي، بقول لك فعلي. زي ال 27 ان جي 2 دي 75 فعلي مش اب فببيعها لك ان هي 75. عايزين كابل ثلاثي عشان نشغل الشاشه دي، الكابل بتاعها ثلاثي، او ممكن تعمل ستوب لغايه ما اشغل. طيب نشوف بقى الفرز التاني. ادي سكريتشات هنا كبيره شويه، شايف هنا لو فيها بصمه. ممكن صفحه بدنا يا مدير؟ بجيب لك صفحه بيضاء اهي، بخرج لك بس من التيست دوت اهو. دي كده باينه في النص كده سكريتشايه توصل 2 ونص، يعني دي بينزل من ثمنها. طب هقول لك حاجه يا محمد، طب والله العظيم والله الشغل الجوجل والاتش بي ده والله معروض عليا النهارده بيع كتاجر انا جمله، والله العظيم ب 3500 جنيه جمله، بحلف بالله 3500 جمله. انا الشغل اللي عندي بصفي فيه لغايه 2500. يعني مثلا من الشغل اللي بجيبه لو جت حاجه فيها سكريتشات مش مشكله، عدي كله بيشيل بعضه، والناس طبعا فاهمه الكلام دوت، فاهمه اللي بيجيب 1000 شاشه 500 شاشه لو هو فيهم 200 شاشه فرز تاني مشي الدنيا. حاجات تنزل من سعرها وحاجات ما تنزلش، حاجات تنزل من سعرها 100 جنيه. لذلك انا عمال اقول بقالي فتره الحمد لله اللهم لك الحمد ان انا عندي شويه شغل وبصفي فيهم. انا عمال اصفي في الجي 1 وعمال اصفي في الجوجل الفرز الثاني وماشي الدنيا. عايز اجيب حاجات من الشغل اللي هو الكبير والشغل اللي هو 2022 اللي في المحل اللي فوق. اللهم لك الحمد الشغل 2022 بيجي حتى لو هو اغلى يعني مطلوب وسعره معروف، ان هو مثلا شاشه على امازون ب 11000 انا ببيعها ب6، ببيعها ب7، ببيعها ب5 ونص. في اسعار في الجديد بفضل الله ممتازه جدا. طيب دي الاتش بي زد 27 ان جي 2 60 هرتز اس ار جي بي 99 ديسبلاي اتش دي ام اي، فيها دي في اي 2K اهي بالقعده والكابلات، بالقعده في العرض دون والكابلات يا عم محمد. الفرز الثاني زي ما قلنا 2500. وريت لكم الفرز الثاني سكريتشات او بصمات. الفيديو اللي فات صورت البصمات، يعني تبقى بصمه لونها ازرق في الشاشه. تاني بكررها للمره المليون، في ناس تقول لي يعني الفرز في القعده
الظهر والقعده في الاستيراد ملوش علاقه بالفرز التاني. الفرز التاني نقصد بيه تجريحات في الشاشه، بصمات في الشاشه، وهكذا. طب لو في حد بيقول لك مثلا ينفع للسايبر؟ سايبر شغال مفيش مشكله، ما الناس كلها واخده مني. الناس الراجل بتاع بسوس عايزني اروح اصوره، وهو قال لي انا جاهز، انا اللي متاخر عليك بس غصب عني والله. هروح اصور لك من السايبر الشاشات اللي هي بي 24 19، وهو ليه عندنا شاشه كمان دافع ثمنها. هروح اودي له الشاشه ونصوره باذن الرحمن، وانا ان شاء الله اللي هوديها له. السايبرات كلها شغاله واللهم لك الحمد. الراجل اللي انا هروح اصوره بيقول لي يا عم تعالى بالله عليك صور الشاشات اللي واخدها منك ال 60 هرتز انا مشغلها ازاي. مش هقول لك كلام وانت تقول للناس كلام، تعالى صور على ارض الواقع. انا اللي متاخر عليه بس غصب عشان الوقت، وكل يوم في شغل جاي، وكل يوم تيست، وكل يوم كتابه، وكل يوم سهر، فغصب عني والله العظيم. ان شاء الله باذن الله في خلال ايام هروح واصور لكم فيديو من السايبر وهو مشغل الشاشات ال 24 بوصه ال 60 هرتز. طبعا يا محمد الفيديو بيطول، لسه عندي 30 وعندي 27 4K وعندي 32 4K. نبدا نخش على الشاشات اللي هي ال 75 هرتز. خش على 75 هرتز جي 2.